حطوا كل شيء على جنب، حطوا الاعرابات على جنب وركزوا لي انه جوعانه، ما عم بقدر انه خلص يعني بعرف حالي ما رح اقدر انام. ف هيمن اقنعني قال لي قومي اعملي لك سلطه، خلص يعني انه على الاقل ما بتنامي، بيعرفني ما رح اقدر انام عشان بعدين اخر الليل ما اخبص، فقال لي قومي اعملي لك سلطه، فرح نعمل هيك. هيمن قال لي شو قصتي مع الجوع؟ طبيعي هالشي؟ الحمد لله ما بعرف. يلا اتس اوكي. رح اعمل لي سلطه ورجع الشعرات لورا. هاي السويت بوتيتو رح اعملها مكعبات واحطها بالاير فراير مشان اخلطها مع السلطه. هلا هي من بيقول لي قلت لك سلطه ما قلت لك حطي معها سويت بوتيتو. حبه وحده وما رح اخلطها كلها مع السلطه، هيك بجوز احط شوي لليوم هو ياكلهم. ليام شايفتك عم تسحب سحاب الصوفا. ليام خليك عاقل مامي. وقت كانت اختي هيمن عنا هي والبنوت ما شاء الله كبرانه صحيح. صار عمرها ما شاء الله 4 شهور اتوقع، قالت لي 4 شهور. بس يا حرام كتير عم تتعب معها. طلع البنت ما بتنام غير على ايدها، وحتى لو يعني نامت هلا ليام كمان كان هيك انه انومه على صدري مثلا او على ايدي وبعدين بس يغفى خلص احطه. هي لا، اول ما تبلش بدها بتحطها بنوت هي بترجع بتفيق، فهي طول فترة نومها ساعة ساعتين 3 بتضل حاضنتها، يعني ما بصير تنزل من حضنها. قلت الله يعينك. فيا حرام كتير يعني انه تعبانة، مو سهلة خلص، بس الولد تعود تصير ابدا مو سهلة. نجيب هيك شيء نحطهم هون، نحط لهم بس شوية ملح. على فكرة الغلط بالسكين، شفتوا وقت لكم انه في سكين يعني كل شيء له السكين الخاصة فيها، هذا قصدي هيك. هي ليوم انبسط معها يعني ما حاول يأذيها او هيك، حتى كان عادي انه ما غار منها وقت نحن انا وابوه حملناها، انه عادي يعني بالعكس كان مبسوط فيها. فوقتها الظهر جبنا اكل جاهز من المطعم واكلنا، اكلت سندويشه انا، بس انه من زمان. شو الساعة كم؟ 3 يمكن 3 الساعة هلا 10. قطعتهم حطيتهم بالاير فراير. رح اقطع باقي الخضرة. حبيبي كلها بعض. هات بابا. يعني المشكلة هن توقيتهم لازم كانوا يطلعوا من البيت وقت تكون مخلصة نوم البنوت، ما فيهم يطلعوا وقت نومها بالسيارة لأنه ما بتنام بالسيارة، بس بتنام بحضن أمها. ليه؟ الحمد لله ما كان هيك، صعب القصة. أنا فكرت أول شيء إنه بس قصدها إنه لازم تنام بحضنها، ما قلت إنه عادي ليا كمان هيك. أنا قالت لي لا إنه مو بس تنام بحضنها، لا تكمل يوم لا تفيق يعني. ايوه
نجيب هاي فيها الخضرة. راح على اساس صحي ونبلش رياضة بالبيت؟ ما في؟ لا. ليه؟ شوي كثير. كان بدي حدا انا اتشجع معه. كان بدي اتشجع منك يعني. ايه بس ما عنا. في نادي انه فيكم تاخذوا فيهم مثل انه هن بيديروا بالنا على الاولاد، يعني مثلا وقت يرجع ليا هيما من الشغل كنا حطينا ليا بالنادي عندهم بالنادي عندهم انه في موظفين بيديروا اولادهم، بيديروا بالهم على الاطفال اللي انه جايين اهاليهم يتدربوا، فكنا حطيناه وتمرنا انا وهيما وخلص. وقت نخلص انه نجيبه. المكان بيكون نفسه بالنادي بس ما في هون عنا. او ادور. انت متاكد دورت؟ اه حط شوية بقدونس ليوم شوي شوي ماما. كمان خس. انه تكون الكمية كثيرة بس ما يكون فيها شيء فيه كثير سعرات. تاكل معي شوية سلطة؟ ما بدك؟ يقبشني يقبشني. حطلها شوية درع لأنه يعني هيك ما بتقبلها بدون ولا شيء. هيك جنب الأكل ايه بس إنه ولا شيء. أنا بدي أتدرج يعني. عملت كثيرة ليوم مامي. شوي شوي حبيبي. خلص هي بقيانة لحالها. طالع منها الكيس وأخليها. بيب بيب. اغسلها. في حدا هلا على فكرة كتير الكمية طلعت كتير كبيرة. عملتها العشيرة. حط شوية زيت زيتون
الليمون، هلا بس يخلصوا البطاطا الحلوة كمان شوي لسه نتفة، حط لهم بس هيك بس مشان يتحمصوا شوي، لانه هيك كده. انه معقول، بس انا ما بحب ادخل بهي الدوامه ابدا، دوامه السعرات الحراريه ومدري شو، بحسها عن جد دوامه، وبس دخل فيها الواحد ما بيعرف يعني ما بيعود بيعرف يطلع منها، فبلالي القصه. بس حاسه انه اوكي اذا اكلت هي. شوف ندوق شوف. والله طيبة طلعت. بهاراتها منيحة جماعة. بحس هيك منيح شكلهم، ورجيكم شوفوا خلص هيك منيح. بحس رح اكلهم بهي، يعني ما حد رح ياكل معي، فما في داعي احطهم بغير جاط، ناكلهم هون. صحيح نسيت مع الاساس اجيب صحن صغير. ليا بالقعدة، ليا بالقعدة. هنشوف هلا اذا بياكل ولا لا. ليا بالقعدة. روحي متأكد ما بدك. أنا الجوع كتير مأثر علي. سوري لصاحبة التعليق يلي هلا رديت عليه انه استاذ العربي ان شاء الله ما يشوف تعليقي. لا انا ان شاء الله استاذ العربي ما يعرف شو انا فكرت، لاني اتوقع اعرابها صح. تخيلوا مع انه والله العظيم كنت من اشطر الطلاب بمادة العربي وخصوصي بالاعرابات وكل شيء. انا يعني انصدمت انه عم تقلي خبر كان منصوب، عم لها شو يعني شو منصوب وشو بالفتحة كله غلط. اتوقع هي صح. ان شاء الله انا استاذي العربي ما يعرف شو كنت انا عم فكر. يا حيف الدورات اللي كنت عم اخذها، يا حيف. ان شاء الله ما يكون في بقدونس هلا على اسناني. يوي عن جد يا حيف، مع اني علامة العربي النهائية عنا من 60 جايبة فيها شي 58. انا يعطيني العافية.